الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغينا نتكلموا في هذه الكلمة بخصوص التوتر ديال العلاقات بين المغرب والجزائر، حيت ما خص الإنسان يظن أن التوتر في هذه العلاقات نتيجة ديال قضية الصحراء أو قضية بوليزاريو أو كذا أو كذا. أكبر من ذلك، لأن النظام الجزائري هو نظام اشتراكي شيوعي، والنظام المغربي نظام ملكي. الأنظمة الاشتراكية تسعى دائما لإسقاط الملكية الفردية، بالتالي هي تسعى لإسقاط الملكيات في كل أنحاء العالم. ذلك كان استغلال قضية الصحراء هو مسألة ضرب الملكية وليست أيضا للصحراويين. والدليل هو أنه العداء الجزائري بدأ ضد الدولة المغربية منذ اعتماد النظام الاشتراكي في الجزائر، بداية من التنصل من الالتزامات الحدودية في الصحراء الشرقية، كانت سبب في اندلاع حرب الرمال، مرورا بتأسيس كيان صحراوي سنة 1973 بعد ظهور نية إسبانيا مغادرة التراب الصحراوي. بين أيضا العداء ديال النظام الجزائري للمغرب في طرد وتهجير المغاربة المقيمين في الجزائر يوم عيد الأضحى سنة 1975 فيما يسمى بالمسيرة الكحلاء. كذلك السعي لتقسيم المغرب وإضعاف الدور ديالو إفريقيا وأوروبيا، ومحاولة تصدير الفوضى العشرية السوداء إلى المغرب انطلاقا من عملية إرهابية في فندق أطلس أصلي سنة 1994. تبين تورط النظام الجزائري فيها. المسلسل ديال العداء الجزائري للمغرب مستمر وسوف يستمر إلى تغيير النظام الجزائري أو إلى تغييرات العقيدة الاشتراكية ديالو. هادشي اللي تيتبين لنا مؤخرا في الاستغلال الادعائي لقضية تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، والتبخيس ديال دور المملكة المغربية دينيا، الاتهام ديالها بالعمل والخيانة. هذه المزايدات ما تنفعش مع الحقائق التاريخية والشواهد الواقعية، لأن الدور ديال المملكة المغربية في خدمة الإسلام إفريقيا وأوروبيا بطرق وتوجهات رسمية في التاريخ الحديث لا تخفى على عاقل. في الوقت اللي المغرب سنة 1985 تأسس رابطة علماء المغرب والسنغال، تأسس على إثرها معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس، كما تم بناء المسجد الكبير في موريتانيا اللي تيضم مركز ثقافي مغربي، وقبله تبنى مسجد الحسن الثاني بدكار سنة 1964، وكان فيه معهد إسلامي ومكتبة إسلامية تحت إشراف وزارة التربية السنغالية. هادشي دارو المغرب في ذاك الوقت، في حين أن النظام الجزائري الشيوعي ألغى التعليم الأصلي أو التعليم الأصيل سنة 1977. قلل من القيمة ديال وزارة الشؤون الإسلامية، حتى الاسم كانوا تيسميوها بوزارة الأحباس للتقليل من الشأن ديال هذا اللفظ والحمولة ديالو الإيديولوجية. وحتى رجال السلك الديني ما كانش عندهم إطار، وكانوا خارج التصنيف الرسمي الوظيفي، كما صرح بذلك الشيخ محمد الصغير والإعلام. كانت الوزارات الحكومية في الجزائر جل الوثائق ديالها تكتب باللغة الفرنسية، لدرجة أن بعد ما تولى مولود قاسم وزارة الشؤون الدينية وقرر تعريب المراسلات مع باقي الوزارات، وجد صعوبة في التواصل مع باقي الوزارات باللغة العربية، لدرجة أنهم كانوا تيشكلوا الحروف حتى يتمكنوا من قراءتها. القضية المهمة في هذه الكلمة هو أن المغرب خدم استقرار الجزائر وقدم خدمة جليلة للجزائر كيف العادة، حرب التحرير وحتى الآن. الشيخ محمد فركوس عالم جزائري سلفي معتمد، بعض الناس تصنفوه بعالم دولة أو عالم السلطان أو عالم من علماء التيار المدخلي كما يحلل البعض التصنيف ديالو. هذا العالم اللي كان ولا يزال الهم ديالو هو المحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدعوة لطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، صوت الشباب على عدم الانزلاق وراء الشغب ودعوة الثورة. من الممكن ترجع البلد إلى ما كانت عليه في العشرية السوداء. هذا العالم هو أنه كان الهم ديالو هو الدراسات الإسلامية، لذلك انتقل للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الجزائر في ذيك الوقت ما كانش فيها كليات العلوم الشرعية، ولما رجع من المدينة المنورة جاء إلى المغرب، وقام المغرب باختيار الشيخ محمد فركوس، وذلك من طرف أساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط في المغرب للإشراف على بحثه لدراسة الدكتوراه. لذلك قام المغرب بإهداء شرف مناقشة رسالة الدكتوراه الشيخ محمد فركوس للجامعة الإسلامية في الجزائر سنة 1997، وذلك كافتتاح لأول مناقشة لرسالة الدكتوراه للعلوم الإسلامية في جامعة جزائرية. لذلك سينظر بعض المحللين على أن هذه الواقعة تنعكس الرغبة ديال المملكة المغربية في استقرار الجزائر الروحي والأمني، لأن النظام الجزائري يسعى لخلق الفتن والقلاقل وتقسيم الأرض في المملكة المغربية. وعلى قول القائل: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك بمرادي.